لو أنا هابدأ تداول في أسواق المال العالمية، إيه الأصول أو الأدوات الاستثمارية اللي أنا هاركّز عليها علشان أحكم على أداء أسواق المال؟ رقم 1 الدولار الأمريكي، وعايزك تبُص له مش إن هو عملة، عايزك تبُص له إن هو أصل، وإن في نوعية كبيرة جدًا من المستثمرين وخصوصًا في دول العالم التالت كل فترة كده بيقعدوا يحتفظوا أو يتحوّطوا بالدولار الأمريكي، لإن بيتم بقى لنا سنتين أو 3 تقريبًا تحرير سعر الصرف، فكل فترة بتلاقي الدولار الأمريكي قدام العملات الأخرى في دول العالم الثالث بيطلع، فبالتالي بيحتفظوا في محافظهم الاستثمارية بالدولار الأمريكي. رقم 2 هتبُص على الدهب، لأن طبعًا الدولار الأمريكي والدهب في الغالب بيبقى في علاقة عكسية، فكل ما الدولار الأمريكي بيطلع الدهب بينزل والعكس صحيح. رقم 3 هتبُص على النفط، لأن النفط سواء سعره طلع أو نزل أنت بتقدر تحكم هنا على حركة التجارة العالمية. لو النفط زاد يبقى اعرف ان في مخاوف وان العرض منه بدأ يقل، زي ما حصل بالظبط في هجمات الحوثيين على البحر الاحمر. كانت حركة الامدادات او سلاسل الامداد قليلة جدا بالنسبة للنفط فسعره على. ولما جه ترامب يوم الاربعاء اللي فات اللي هو قال ان ده يوم التحرير، حصل هبوط حاد في اسعار النفط، لان طبعا بدأت الحرب التجارية فبقى معروف ان هيحصل كساد او ركود، فبالتالي اسعار برميل النفط نزلت الى حوالي 64 دولار. خامس واخر اصل، الاصل الرقمي الاهم والاشهر هو البيتكوين. 5 حاجات دول يدوا لك مؤشر عن اداء اسواق المال على مدار اليوم.